الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. هناك خطأ منتشر في الكثير جدا من المساجد، وهو أن البعض يأتي والإمام على سبيل المثال ساجد، فيأتي ويقف في الصف ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم فيدخل معه في الصلاة قائما. أثناء قيام هذا الشخص وهو منتظر للإمام حتى يقوم بالانتقالات حتى يرجع إلى القيام مرة أخرى، يأتي آخر ويصطف يمين هذا القائم أو يساره بحسب تواجده في يمين الصف أو الشمال، ويأتي ربما ثاني وثالث، وكلهم يأتون ويكبرون ويلحقون الصلاة مع الإمام فيسجدون معه، وذلك قائم في الصف. هذا القائم ارتكب أكثر من خطأ. الخطأ الأول أنه لم يسجد مع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الصحيح أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام راكع يركع معه، والإمام ساجد يسجد معه، والإمام في يعني الجلسة ما بين السجدتين يجلس معه، في التشهد يجلس معه. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا هو الصحيح. إذن هذا الصحيح هو تصحيح للخطأ الأول. الخطأ الثاني يخشى أنه قاطع للصف، لأن الصف مكتمل عن شماله وعن يمينه، كلهم يصلون وهو واقف لم يدخل في الصلاة، وقف في الصف وقطعه فقط، لم يكبر ولم يدخل مع الإمام في الصلاة. إذن ينبغي التركيز على هذا الخطأ. وينبغي أيضا أن هناك خطأ سائد بين الناس، أنهم لا يقومون بمناصحة هذا المخطئ بتصحيح هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ يؤثر على الصف بأكمله. هو الآن قاطع للصف، استمر بقطع الصف حتى كبر ودخل مع الإمام في الصلاة. إذن هو وقع في خطأين، والذين رأوه وقعوا في خطأ عدم النصيحة وعدم البيان، عدم تعليم الجاهل. ذكروا هذا الجاهل أن الإنسان إذا دخل إلى المسجد ورأى الإمام قائما يكبر ويدخل معه في الصلاة، جالسا يكبر ويجلس معه في التشهد في السجود. فما أدركتم فصلوا فما أدركتم فصلوا. إذن علموا الناس يعلمكم الله. لا ينبغي السكوت عن مثل هذه الأخطاء. الدين النصيحة، وهذه أخطاء في ركن من أركان الإسلام، في صلاة، في شيء عظيم جدا. قيامك بتصحيح أخطاء الناس في عباداتهم هي عبادة عظيمة تتقرب بها إلى الله. لا تفوتوا مثل هذه الأجور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. بارك الله فيكم ونفعنا الله بالعلم وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.